الحاجة السخنة اللي بنشربها الصبح واحنا بنجهز يا ترى ملامح اليوم بيكون شكلها ايه. الحقيقة انا عندي عنوان شايفة انه انجاز يستحق ان احنا نحطه عنوان لبداية اليوم، ربما يكون بادرة امل ان باقي الملفات العالقة تكون محل نقاش واكتر من النقاش، لان احنا ملينا فكرة الكلام، تكون محل فعل. خلونا نقول ان الاخبار بتاعه الصعيد، بتاعه المنيا، بتاعه دلجة او دلجة زي ما بينطقها اهلها، هي الاخبار المفرحة بالنسبة لنا. انه بعد شهرين من فرض اتوات ومن حصار ومن كل شيء سلبي بيقول ان في عصابة باي اسم، باي شعار، باي انتماء، فكرت ان هي يعني تأسر عدد من المصريين وتفرض عليهم اتوات وتسود عيشتهم. الدولة عندما تعود، الدولة اللي اختارها المصريين في 30/6 قدرت وبشكل واضح ومباشر، حتى لو اتأخرت الشهرين دول، لأن الحقيقة رقعة الوطن كان فيها أكثر من يعني نقطة محتاجة شغل كتير، قدرت تدخل البلد من غير ولا نقطة دم، وقدرت تفرض هيبة الدولة. واللي هرب هم الجبناء، وهربوا مرة تانية لكل البؤر اللي هيتجمع فيها الإرهابيين، واللي هيكونوا في يعني خارج حدود المدن والاحتماء بالمدنيين، ووقتها يتم التعامل معاهم بصورة مختلفة. خلوني أقول إن دي فالخير، ربما نسمع عن بؤرة من البؤر اللي على قائمة الانتظار، زي كرداسة على سبيل المثال، زي نهية على سبيل المثال، زي ساحة سليم في أسيوط على سبيل المثال، زي أي نقطة هتفكر إنها تقدر تخرج عن هيبة الدولة، تقدر تخرج عن سلطة القانون المصرية. واحنا بنقول كده لازم زي ما قلنا ان الناس دي اتأخرت شهرين ربما لانها مشغولة، لازم نقول كل التحية ليهم، لانه برغم كل شيء ما زالوا هم وحدهم بعد 30/6 اللي بيدفعوا الثمن من دم ولادهم، ولاد هذا الجهاز، من دم شباب مصري، بيدفعوا الثمن منه. احنا بنكون قاعدين في بيوتنا وبنتململ، والمسيسين بيقعدوا يقولوا كلام عن حظر التجول وحالة الطوارئ، في حين ان في عناصر مصرية بترتدي زي أجهزة الأمن، أي الشرطة والجيش، هم اللي بيقوموا بحماية البلد. أنا أعتقد أن أنا لن أخجل على الإطلاق من أن طول الوقت أقدر أقول ما أراه أنه صواب، حتى لو يعني تطلع كلمات من هنا أو من هناك، أو ألسنة تلوك من هنا أو هناك. لدي ثقة من أن المواطن المصري بقدر أوصل له بالطريقة المناسبة، بالطريقة الصح. خلونا دايما نقدر نشد على إيد اللي محتاج نشد على إيده، ونضرب على الإيد اللي محتاجة تتضرب عليها. لكن لو فضلنا طول الوقت فاكرين ان الشطارة يا نضرب طول الوقت يا نطبطب طول الوقت، انا اعتقد احنا هنا بيجانبنا الصواب. بصبح على حضراتكم وهبدأ معاكم من حتة بعيدة جدا.